اهلا وسهلا بيكم مرة تانية في فيديو من سلسلة اظبط سيفيهك. اتمنى تكونوا محققين اقصى استفادة من السلسلة، وباذن الله سيفيهاتكم كلها تتقبل وتوصل لمديرين التوظيف وتجيلكم الوظائف اللي انتوا نفسكم فيها كلها. اخر حاجة كنا بنتكلم على القسم الثالث من اقسام السي في، وازاي القسم ده ممكن يكون اكتر من اوبشن عندنا. هنتكلم النهاردة عن الكيوردز أو الكلمات المفتاحية، والكلمات دي هي مجموعة من الكلمات اللي ليها علاقة بالسكيلز بتاعت الوظيفة أو الوصف الوظيفي، واللي بيكون كاتبها الريكروتر في الإعلان عشان خاطر يقدر يربط ما بينها وبين السي في بتاعك. في مجموعة من الكلمات دي اللي هي معروفة لأي وظيفة، يعني أنت لو أكاونتنت أو بروجكت مانجر أو ما إلى آخره، لو دخلت بس على جوجل هتلاقي في مجموعة من الكلمات المفتاحية الخاصة بالوظيفة بتاعتك دي. في بعض الكلمات تانية لا هتبقى خاصة بالوظيفة بالتحديد، ودي هتلاقيها بتتكرر بشكل كبير في الوصف الوظيفي عندك. يعني هتلاقي في كلمة بتتكرر أكتر من مرة، حاجة سكيلز مش موجودة بشكل كبير في المجال ده، فدي كلمات مهمة لازم تكون موجودة عندك في السي في في جميع أقسامه. جزء في الكارير سامري، في الورك اكسبيرينس، في السكيلز بتاعتك وما إلى آخره. طيب هتعرف الكلمات دي منين؟ أول طريقة زي ما قلنا بنعرف منها الكلمات دي هو الجوجل سيرش. عادي خالص تكتب مثلا بروجكت مانجر كيوردز، هتلاقي في مواقع كتير انت تقدر تاخد التوب 10 اللي معروفين ومكررين وبتحطهم في السي في بتاعك زي ما قلنا في أماكن مختلفة. تاني حاجة من الوصف الوظيفي، وده عندك فيه كذا اوبشن. اول اوبشن اللي انت ممكن هتلاقي بعض السكيلز اللي موجودة في الوصف الوظيفي لازم تتأكد ان هي كلها موجودة عندك. وفي حاجات تانية في الشرح نفسه بتاع الوظيفة بتكون متكررة باستمرار. يعني مثلا لو بنتكلم على مدير مشاريع ممكن يبقى متكرر ان هو يبقى ليه خبرات سابقة مثلا في مجال الهوسبيتاليتي، فمعنى كده ان هم مركزين على سيكتور معين في الوظيفة دي. فانت لو اشتغلت في نوعية مشاريع مشابهة قبل كده لازم تظهر الكلمة دي بالتحديد في اكتر من جزئية عندك في السي في بتاعك. ولازم نخلي بالنا كمان كيفية كتابة الكلمات دي نفسها، وفي فيديو انا نزلته قبل كده عن موضوع البي ام بي از ماست، هتلاقوه في السلسلة وموجود في الهاشتاج بتاع اظبط سيفيهك، بيتكلم عن الموضوع ده. يعني كمثال بسيط، مثلا لو انت مهندس وكاتب اللي انت بتقدر تقرا شوب دروينجز ومكتوب في السي في بتاعك شوب دروينجز، بس هم طالبين سكيلز اساسيه عندك في الوصف الوظيفي مثلا ومسمينها كونستراكشن دروينجز، لمجرد ان انت كاتب كلمات مختلفة عن اللي هو واصفها في الوصف الوظيفي هو ممكن ما يفهمش ان الكونستراكشن دروينج او الشوب دروينج او الفابريكيشن دروينج ايه علاقتهم ببعض. كاي تي اس سيستم مش هيفهم ده. فدي كده تاني نقطة ممكن نعرف منها الكلمات المفتاحية وازاي نكتبها بشكل صحيح. تالت طريقة عندنا في بعض الناس بتستخدمها كمان، اللي هي بيخشوا على الويب سايت بتاع الشركة نفسها ويبدأوا يشوفوا الايثكس بتاعت الشركة، الفاليوز، ايه اهم المشاريع اللي شغالين فيها، طرق ادارتهم للمشاريع. في معلومات زي كده ممكن يبدأوا ياخدوها ويبدأوا يحطوا كلام منها في السي في بتاعهم. طبعا كل دي معلومات بسيطة جدا وصغيرة، ولكن صدقوني بتفرق في السي في بتاعك. كده يبقى احنا اتكلمنا على الكيوردز واهميتها في السي في. هنخش على الجزئيه اللي بعد كده، وهي هنكتب ايه بقى في القسم الثالث على اعتبار ان هو قسم السكيلز. خلينا نقول ان احنا هنبدا بالسكيلز كسيكشن رقم 3.